فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون هو الفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو. كنت منتظر الفيلم بفارغ الصبر نظرا لاسم الثلاثي. اول حاجة هتكلم عنها هي مدة الفيلم، لان مدته 3 ساعات ونص، وده ممكن يخلي ناس كتير تفتكر انه ممل، لكن الفيلم قدر يستغل كل دقيقة من خلال تقديم شخصيات ومعلومات مهمة في القصة. وبشكل عام الفيلم من وجهة نظري ما كانش ممل نهائي، لان كل حاجة اتقدمت كانت مهمة جدا. سيناريو الفيلم كان عظيم جدا، فصول الفيلم كانت متميزة ومتماسكة من اول ثانية لاخر ثانية. عجبتني جدا الشخصيات وعجبني جدا العالم، كمان الفيلم فيه اسلوب سرد رائع جدا وفيه لحظات درامية من اروع ما يمكن. كمان الفيلم ممكن يتصنف كفيلم ويسترن، ممكن يبقى فيلم شبيه لافلام المافيا اللي قدمها مارتن سكورسيزي قبل كده، وكمان هو فيلم درامي وملحمي وعظيم جدا. وعجبتني جدا المشاهد الحوارية وكانت ممتعة ومشوقة جدا. بشكل عام سيناريو وحوار الفيلم كان من اعظم ما يمكن، وكل فصل هتحس انك مع الشخصيات. اما الاداء التمثيلي كان فوق الممتاز. ليوناردو دي كابريو قدم واحد من افضل ادواره في مسيرته السينمائيه. روبرت دينيرو قدم واحد من افضل ادواره في اخر فتره ومن افضل ادواره مع مارتن سكورسيزي. ليلي جلادستون كانت مفاجاه الفيلم وادائها كان اكتر من رائع، ولازم يبقى ليهم ترشيحات في جوائز الاوسكار. وعجبني جدا براندن فريزر وجيمي ليمونز وجميع الاداءات المساعده كذلك. اخراج مارتن سكورسيزي لا يعلى عليه، قدر يطلع صوره وكادرات رائعه ومشاهد حواريه عظيمه. وعجبني جدا التصوير والمونتاج، وعجبتني جدا الموسيقى التصويريه والملابس والديكور كان من اروع ما يمكن. اما عيوب الفيلم تتلخص كلها ان كان في تكرار للمشاهد، واكيد كان في عيوب تانية، لكن معنى ان الفيلم قدر يخليني انسى العيوب دي يبقى هو قدم لي مكافآت اكتر، وعلشان كده شايف انه يستاهل العلامة الكاملة. تقييمي النهائي 10 من 10.